عاملين ايه؟ بما اننا داخلين على موسم المدارس، كل سنة وانتم طيبين. حبينا نذكر الامهات بنقطة مهمة جدا. لو عندك بنوتة من فضلك بلاش تشدلها شعرها اثناء التسريح، وبلاش التسريحات اللي بتشد الشعر زي الكعكة وزي الضفاير الضيقة، وبلاش الحكة اللي بتحبكوها اثناء التسريح بحجة انه الشعر ما يهش وما يتنكش والكلام ده. الحاجات دي كلها ممكن تعمل لها فراغات في مقدمة الشعر، واللي مع الوقت ممكن تؤدي إلى صلع دائم. وفي البيت يا ريت تسيبي لها شعرها يتنفس، واستخدمي لها توك قطن طرية أثناء التسريح. ومن فضلك بلاش تصرخي فيها وانتي بتسرحي لها علشان ما تكرهش شعرها. خليها تكبر وهي بتحب شعرها وتتعلم ازاي تهتم بيه. تابعينا علشان تعرفي كل جديد. دمتم